يا مساء الأنوار. أهلا وسهلا بحضراتكم. معادنا مع الفيديو اليومي الجديد واللي بنتكلم فيه عن بعض الأمور اللي ليها علاقة بالنادي الإسماعيلي. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا بنطلب من حضراتكم إن انتوا تذكروا الله وكمان تصلوا على النبي محمد، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم ويكون فيديو مميز إن شاء الله. أكيد يسعدنا إن حضراتكم تدوسوا لايك للفيديو، وكمان أي حد مش مشترك في القناة يسعدنا إن هو يشترك فيها عشان قناتنا تكبر أكتر وأكتر، وكمان نكون في خدمة النادي الإسماعيلي. زي ما حضراتكم عارفين ان النهارده هو اليوم سحب الثقه والجمعيه العموميه الغير عاديه للنادي الاسماعيلي، وطبعا الاعلان نزل وان الموضوع كله ما تمش وعدم استكمال الجمعيه العموميه للنادي الاسماعيلي، وان عدد الاصوات اللي كانت من المفترض ان هي تحضر للاسف ما اكتملتش، وبالتالي مجلس الاداره مكمل لنهايه مدته. فده طبعا عايز اقول لك ان الناس اللي كانت راحت هناك ده شكل صدمه كبيره جدا جدا فيها، لان كانوا عندهم عشم وعندهم امل كبير في رحيل مجلس الإدارة، وطبعا الاحتفالات والطبالي والموسيقى والأغاني كلها شغالة عند المؤيدين لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي. كده مجلس الإدارة بيقول إن أنا مكمل لنهاية مدتي، وأكيد طبعا بيقول أنا بشكر كل الناس اللي ما راحتش للجمعية العمومية للتصويت على سحب الثقة مني. ولكن هل الموضوع انتهى لحد كده؟ هل الموضوع بيشكل انتصار لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي؟ هل الموضوع هيشوف إن كده مجلس الإدارة يقول لك بقى محدش يحاسبني بعد كده؟ عايزين بس نفكر الناس ونقول لهم ان نادي الاسماعيلي هبط فعليا في وجود المجلس الحالي. هل مجلس الاداره نجح في حل كل القضايا والمشاكل اللي على النادي الاسماعيلي؟ هل مجلس الاداره قدر ان هو يجيب صفقات ويتعاقد مع لعيبه جديده؟ طبعا كل الكلام ده ما حصلش، ولكن خلينا نقول اعتقد ان دي فرصه كبيره جدا جدا لمجلس الاداره ان هو يشتغل، ان هو يقدر يعمل اللي عليه. شغل بقى الدلع وشغل المهاترات وشغل بقى اللامبالاه اللي كانت بتحصل قبل كده اتمنى ان هي تنتهي. عايز اقول لكم ان النادي الاسماعيلي هيكون في موقف صعب جدا وموقف عصيب جدا الموسم الحالي، ومش معنى ان لعيبه النادي الاسماعيلي كانوا على قد المسؤوليه واللعيبه الصغيره عملت ماتش حلو قدام بتروجيت فاحنا كده خلاص بقينا في الامان، وان النادي الاسماعيلي هيقطع ويكسر الدنيا المباريات اللي جايه. انا عارف ومتاكد وخد مني الكلام ده ثقه ان احنا هنزعل الماتشات اللي جايه بشكل كبير جدا. انا هنا مش بقول لك نتشائم ولا ان احنا بقى النادي الاسماعيلي يفقد الامل، انا بس بحطك في الامر الواقع وبقول لك ان نادي الاسماعيلي الطريق اللي داخل عليه هيكون صعب جدا. فلازم مجلس الاداره يبدا بقى في حل الازمات والمشاكل، مجلس الاداره يبدا في اللعيبه اللي هتيجي تشيل النادي الاسماعيلي. نسيبنا بقى من الكسر اللي كان بيحصل قبل كده ونجيب لعيبه عشان يطلع من وراها سمسره وعمولات، وكل ده ما بيكونش في صالح النادي الاسماعيلي. مجلس الاداره بيقول انا نجحت في ان انا اكمل مدتي. مجلس الاداره شم النفس. عايز اقول لك ان من امبارح واول امبارح كانوا بيتصلوا على عدد كبير جدا جدا من اعضاء الجمعيه العموميه، وكل ده عشان ما يروحوش وما يتم سحب الثقه منهم. وعايز اقول لك ان قسما بالله كانوا مرعوبين، كان عندهم خوف بشكل كبير جدا ان هم يخرجوا بشكل مهين من النادي الاسماعيلي. فاعتقد ان دي فرصه تانية لمجلس اداره النادي الاسماعيلي ان هو يشتغل، ان هو يعمل اللي عليه، ان هو يجتهد، ان هو بقى يصلح كل الحاجات العشوائيه والعبثيه اللي حصلت منه قبل كده. عايز اقول لك ان في استياء عام وشديد وكبير جدا جدا بين جمهور نادي الاسماعيلي، لان احنا كان عندنا امل ان مجلس الاداره يرحل، كان عندنا امل ان مجلس الاداره كفايه لحد كده. ممكن حد دلوقتي يقول لي طب مين اللي هيجي بعد كده؟ هقول لك لو النادي ما بقاش في اي حد يديره ما اعتقدش ان احنا هنكون اسوأ من اللي كان موجود مع مجلس الاداره الحالي، واللي هبط النادي الاسماعيلي فعليا، واللي فرغ الفريق من اللعيبه كلها، وبالتالي ما سدناش كافه القضايا. مجلس الاداره اللي ما عملش مئويه للنادي الاسماعيلي. فالحقيقه انا كواحد من جمهور نادي الاسماعيلي مستاء تماما، زعلان ان مجلس الاداره ما مشيش. معرفش ايه اللي هيحصل بعد كده بس ما يفرقش معايا، لان احنا شفنا السيء وشفنا الكوارث اللي حصلت على ايد مجلس الاداره الحالي. ولكن ده قرار الجمعيه العموميه، يبقى احنا هنكمل مع مجلس الاداره، ولكن احنا بنقول له ان هو لازم يشتغل وان هو لازم يعمل اللي عليه. كفايه اللي حصل قبل كده، كفايه سنتين ضاعوا في ولا حاجه، سنتين عمالين نسد في قضايا بس بنبيع اللعيبه، مفيش جديد مفيش تعاقد. نادي الاسماعيلي الوحيد اللي بيتعاقب بعقوبه تأديبيه للموسم الثاني على التوالي. الكلام ده ما حصلش في اي نادي في العالم. فاعتقد ان الفتره اللي جايه هتشهدها يعني حاله بقى من المفترض، وده من وجهه نظري، ان يكون مجلس الاداره عنده حاله من الاستقرار والهدوء. لازم يقعدوا مع بعض ويتفقوا، لازم يشوفوا ايه الملفات وابرز المشاكل اللي قدام النادي الاسماعيلي ويبداوا يحلوها. ولكن فكره ان احنا نفضل كده
كده وسياسة الارض المحروقة وان احنا نفضل نرخم على النادي عشان الناس بتعاقبنا بسحب الثقة. اتمنى ان الموضوع ده ينتهي، اتمنى ان النادي الاسماعيلي يكون على الطريق الصحيح، اتمنى ان الظروف كلها تكون افضل واحسن للنادي الاسماعيلي الفترة اللي جاية. كل اعضاء مجلس الادارة كان عندهم تخوف بشكل كبير جدا جدا ان هم يمشوا بالشكل ده والطريقة دي، وكانت هتكون اول مرة في التاريخ يتم سحب الثقة من مجلس ادارة نادي في العالم. فطبعا الناس ما كانوش عايزين يتحطوا في التاريخ في النقطة دي. فانا بقول ان دي فرصة مهمة وفرصة ذهبية لمجلس الادارة ان هو يشتغل وان هو يعمل اللي عليه وان هو يحاول يتعاقد مع لعيبة بقى بعيد عن السمسرة والعمولات، لان العملية يعني بقت ريحتها وحشة. اتمنى ان الناس تجيب لعيبة تكون رجلها في الملعب، واتمنى بقى نفكنا من اللعيبة اللي بنجيبها من افريقيا ب 2 3 جنيه وبنعمل لها عقد ب 10 جنيه. كل الكلام ده احنا عارفينه، بس احنا ما بنحبش نطلع نتهم الناس في ذممهم المالية، ولكن بنقول لازم الناس تشتغل بشكل كبير جدا جدا على مصلحة النادي الاسماعيلي. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ده اللي هيظهر خلال الساعات اللي جاية. موقف مجلس الإدارة، هل الرحيل، هل تقديم الاستقالة، هل هيكملوا لمدتهم، هل الناس هتقول لك انا بعتذر ومش هقدر اكمل بعد كده وهخرج من باب الكبير وان اللي يجي بعد بقى يقدر يشيل المسؤولية. ولكن خليني اقول لك ان مجلس الإدارة متمسك بشكل كبير وبشكل بالنسبة لي انا كواحد من محب الاسماعيلي متمسك في الكرسي بشكل مريب جدا. المفروض ان ده عمل تطوعي، عمل ما بتتقاضاش من وراء اي اموال. بس فكرة ان انت قاعد ومثبت في الكرسي ومش عايز تمشي، فالموضوع بالنسبة لي يعني مستغربه جدا. مش فاهم ليه، مش فاهم الناس ليه حابة ان هي تقعد ومكملة لنهاية مدتها. فرصة ذهبية لمجلس إدارة النادي الاسماعيلي ان هو يشتغل بجد وان هو يعمل اللي عليه. فأتمنى إن الفترة اللي جاية النادي الإسماعيلي يشهده نوع من الهدوء والاستقرار والراحة. عندنا مباريات مهمة جدا جدا هنبتديها المباراة اللي جاية قدام بيراميدز، مباراة مش هتقبل الاسم على اتنين. بيراميدز متعادل المباراة اللي فاتت ونفس الكلام عايز يخش في المنافسة وإن هو بقى يخش يزاحم مع الأهلي والزمالك، فمباراة هتكون صعبة جدا علينا. مجلس الإدارة يشتغل على حل كافة القضايا والأزمات اللي على النادي الإسماعيلي، ونقول إن دي فرصة ليهم ان هم يعملوا الكلام ده. فانا اتمنى ان هو يحصل، ولكن هل انا عندي ثقة فيهم ولا لا؟ انا مش واثق تماما تماما في مجلس ادارة النادي الاسماعيلي. الحقيقة مش متعشم منهم ان هم يعملوا حاجة، ولكن انا اتمنى ان هم يعملوا عشان يصالحوا كل جمهور نادي الاسماعيلي. حضرتك كده وانت بتقلب على السوشيال ميديا لو دخلت على الصفحة الرسمية للنادي الاسماعيلي هتلاقي تعليقات الحقيقة انت كمشجع تخجل ان دي العلاقة بين ادارة النادي الاسماعيلي مع الجمهور. علاقة طبعا صعبة جدا، في استياء شديد جدا جدا من جمهور نادي الاسماعيلي. نتمنى الفترة اللي جاية تشهدها نوع من الفرحة والبهجة لجمهور نادي الاسماعيلي. الناس بتتفرج علينا على القناة هنا ونفسها تسمع خبر حلو، احنا نفسنا نطلع نفرح الناس ونقول لهم ان النادي الاسماعيلي بقى كويس والنادي الاسماعيلي ماشي على الطريق الصحيح، ولكن على ارض الواقع الكلام ده مش موجود تماما. واحنا متعودين معاكم على المصداقية، حتى لو الخبر اللي بننقله هيزعلكم او مش هيجيب مشاهدات، ولكن بنحب ان احنا ننقل لكم الحقيقة. نحب ان احنا نكون على مسافة واحدة من الجميع، وان بيهمنا في الاول والاخر هو مصلحة النادي الاسماعيلي. مجلس الادارة قدامه الفترة اللي جاية شغل كبير جدا جدا ان هو يشتغل ويتعب عشان النادي الاسماعيلي. اتمنى من مجلس الاداره ان هو يشتغل ويتعب عشان يصالح جمهور نادي الاسماعيلي. نامل الفتره اللي جايه تكون خير وسعاده على النادي. اكيد طبعا يسعدني ان انا اسمع ارائكم في التعليقات تحت. فيديو مهم جدا، فيديو كنا نتوقع ان مجلس الاداره يرحل بشكل عاجل وفوري، ولكن عدم اكتمال الجمعيه العموميه والنصاب القانوني ادى الى استكمال مجلس اداره النادي الاسماعيلي لنهايه مدته. ولكن بنقول ان الفتره اللي هيكملوها لنهايه مدتهم ان هم يشتغلوا ويتعبوا عشان يصالحوا النادي الاسماعيلي، يشتغلوا ويتعبوا عشان يصلحوا ما افسدوه الفتره اللي فاتت. كل امنياتنا بالتوفيق للنادي الاسماعيلي. نأمل ان شاء الله الفترة اللي جاية نسمع اخبار كويسة وان النادي الاسماعيلي في طريقه لحل كافة المشاكل والازمات. خلاص وصلنا للنهاية، ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنة واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحتة والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.